مشاهدي الكرام، تحية طيبة من المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان. ليس هناك شك أن الصحراء الشرقية أرض مغربية مستقطعة. المؤرخ الفرنسي برنارد لوغان يؤكد بأن الصحراء الشرقية التي تشمل تندوف والقنادسة وأدرار هي أراضي كانت تابعة للمغرب، وأن الصراع الحالي القائم بين المغرب والجزائر هو من صنع فرنسا، التي جزأت مناطق مغربية وضمتها للجزائر، مشيرا إلى أن فرنسا هي من صنعت بالأساس الجزائر. وقال لوغان بأنه تناول تاريخ الجزائر في كتابه الذي يحمل اسم ألجيري ليستوار ألوندغوا، وأجاب من خلاله على مسألة الصراع القائم بين الجزائر والمغرب حول الحدود الموروثة عن الاستعمار الفرنسي. وأكد المؤرخ الفرنسي أن الجزائر لم تكن يوما دولة، وذلك راجع بالأساس إلى أنها وجدت بين جارتين قويتين، وهي الإمبراطورية المغربية والإمبراطورية التونسية القرطاجية، وكانت ممزقة بينهم، موضحا أنه بعد ذلك كانت تحت وصاية تركيا قبل أن تتخذها فرنسا محافظة دائمة لها. وأكد برنارد لوغان أن فرنسا هي من صنعت الجزائر أولا، أعطتها اسم، ثم بعدها جمعت الساكنة داخل الحدود التي رسمتها فرنسا على حساب أراضي المغرب. ولا ننسى أن كل مناطق غرب الجزائر كانت تاريخية تابعة للمغرب، وفرنسا قامت بفصل كل هذه المناطق من المغرب وضمتها إلى الدولة التي صنعتها وهي الجزائر. وأردف لوغان الذي يعتبر واحدا من المؤرخين البارزين الفرنسيين والذين تخصصوا في التاريخ الإفريقي وخاصة تاريخ شمال إفريقيا، بأن منطقة كلومب بشار، تندوف وغيرهما مناطق مغربية، وفرنسا خلقت وصنعت الجزائر، وأرادت أيضا أن تمنحها الصحراء التي لم تملكها يوما. والجنرال شارل ديغول هو من ضم الصحراء للجزائر، وخلق هذه الدولة كان حتى يوليوز 1960. وأشار المؤرخ الفرنسي السليف الذكر إلى أنه عندما كان هوغ كاربي ملكا لفرنسا سنة 985 كان النظام الملكي متواجدا في المغرب قبل ذلك بقرنين، فالدولة الإدريسية أنشئت في بداية القرن الثامن، مؤكدا إذن أن لدينا إمبراطورية مغربية عريقة. حيث أشار هذا المؤرخ أن منطقة الوسط كانت تابعة للمغرب أو تونس، في إشارة منه أن الجزائر لم يكن لها وجود، وأن فرنسا هي من صنعتها على حساب أراضي دول الجوار. مشاهدي الكرام، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.